السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع دواء الكوليسترول وأهميته. ولازم يا جماعة يقف تحت أي ظرف من الظروف. اللي بياخد دواء كوليسترول لازم يوقفه، لأنه فعلا بيموت حرفيا. وده كلام من الدكتور ضياء شخصيا، دكتور ضياء العوضي. وطبعا انتوا عارفين دكتور ضياء العوضي يعني ما بيقولش كلام إلا بمراجع علمية، واتعمل عليه أبحاث الموضوع دوت، ولقى إن دواء الكوليسترول بيموت موت مفاجئ. لأن اللي بياخده بيمنع تصنيع فيتامين د، وبيمنع تصنيع الأملاح المرارية والكورتيزول. وكمان دواء الكوليسترول بيبقى السبب الرئيسي في خمول الغدة الدرقية وخمول الغدة الكظرية. وعند آخر جرعة دواء بتخش الجسم بيقف تجديد الخلايا في الجسم، لأن الخلايا بتحتاج إلى كوليسترول كي تتجدد. يبقى زي ما قال دكتور ضياء، لازم دواء الكوليسترول لازم يقف يا جماعة، لأنه فعلا بيبقى سبب في وفاتك. وطبعا الوفاة دي مش حاجة سهلة يعني، فلازم اللي انت تاخد القرار اللي انت توقف دواء الكوليسترول، لأنه فعلا بيوقف تصنيع فيتامين د عندك. وفيتامين د ده بيخش في حاجات كتيرة جدا في الجسم، منها العظم ومنها حاجات كتير جدا. فلازم اللي انت توقف دواء الكوليسترول. و... وكمان بيأثر على الغدة الدرقية والغدة الكظرية. وطبعا الغدتين دول مسؤولين على برضو حاجات كتيرة جدا في الجسم، منها النوم ومنها تصنيع هرمونات كتير جدا في الجسم. فلازم نوقف الدواء الكوليسترول بأي شكل. خلي عندك عزيمة وإرادة وتوكل على الله، لأن اللي بيقول لك الكلام ده مش أي حد، ده دكتور. ومش أي دكتور، ده دكتور ضياء العوضي. دواء الكوليسترول ما يتاخدش تحت اي ظرف من الظروف. الستاتنز دي متحرمه دوليا خلاص. الستاتنز متحرمه دوليا، بتموت sudden death، تعمل موت مفاجئ. خلاص، بيعمل موت مفاجئ من الاخر. الولد اللي مات، الممثل اللي مات من قريب، مات وهو بياخد ادويه الكوليسترول، التصلب اللي هو اللي بتعمل بتاع التصلب الشرايين. خلاص، معنى ان انت توقف تصنيع الكوليسترول يعني انت قطعت تصنيع فيتامين دي، قطعت تصنيع السكس هرمونز، قطعت تصنيع البايل سولتس واملاح المراريه، قطعت تصنيع الكورتيزول. ما ترجعش تزعل بقى تاني من خمول في الغدة الكظرية، لا ده خمول في الغدة الدرقية. ما تزعلش بقى من الخمول اللي هيحصل لك كده. فمفيش حد، ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك انت ما بتاخد الستاتنز دي، انت بتوقف تصنيع الكوليسترول اللي هو بتاع تجديد الخلايا من اساسه. يعني الخلايا بتاعت حضرتك بتتجدد بكوليسترول وفوسفوليبيدز، هو ده اللي احنا بنحكي عليه. فعشان احنا بقى النهارده نحط الحاجات جنب بعض بالشكل ده ما ينفعش. يعني تلاقي روشته فيها كريستور وفيها كيو 10، احنا بنهرج. فارجوكم يعني، ولا انا اصلا محتاج كيو 10، ده تاليفه يعني.